كل اختيار بتفتكره عاقل في لمسة لا واعية بتحركه. هل عمرك اخترت حاجة وندمت أو انجذبت لحد من غير سبب منطقي؟ في جزء جواك بيشتغل في الخلفية، بيأثر على قراراتك من غير ما تحس. اسمه العقل الباطن. العقل الباطن يتدخل في أكثر من 90% من اختياراتك. انت مش دايما بتفكر، أحيانا بتتذكر. يعني رد فعلك النهاردة ممكن يكون ناتج عن موقف قديم، مش عن اللحظة نفسها. أمثلة للتوضيح: رفضت الشغل لأن مديره شبهك بأبوك المتسلط. انجذبت لحد بيعاملك ببرود لأنك متعود عليه. 1. التجارب السابقة. العقل يطبق رد فعل جاهز. 2. البرمجة اللغوية. الجمل اللي بتسمعها وترددها داخلياً. 3. الارتباط الشرطي. موقف يساوي إحساس. 4. الصورة الذاتية. هل شايف نفسك تستحق الأفضل؟ 5. المعتقدات العميقة، زي الفلوس بتغير الناس، فترفض ترقية أو نجاح. اللاوعي يصوت في كل قرار حتى لو مش سمعه. تمرين الوعي بالاختيار. اختار قرار أخدته مؤخرا. اسأل: هل كان منطقي؟ لاحظ: في إحساس مألوف؟ شخص شبه حد من الماضي؟ اكتب 3 أسباب ممكن تكون لاوعيها أثرت عليه. كل ما تسأل نفسك ليه اخترت كده، كل ما تقترب من الوعي الحقيقي. نصائح بعملية: خد وقت قبل الرد. لاحظ جسدك، توتر، انبساط. راجع القصة اللي بتحكيها لنفسك. اكتب القرار مع الأسباب والمشاعر المرتبطة. القرار الواعي يبدأ من الملاحظة. العقل الباطن مش عدو، لكنه طفل ذكي بيحاول يساعدك بافتراضات قديمة. لو عايز تختار بوعي لازم تسمع الصوت اللي جواك قبل ما يختار عنك. شاركنا قرار حسيت إنه مش منطقي وبدأت تفهم أسبابه اللاواعية. ما تفوتش الحلقة الجاية. هل العقل الباطن سبب في جذب الأشخاص المتعبين؟